لحظة حتى أخذ صوت الإسراء. سبحان الذي أسرى. حقيقة القدس لها أهمية كبيرة جدا بالنسبة للمسلمين، يستوي في ذلك عربهم وعجمهم، لأن المرجعية في ذلك هي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالقدس بها المسجد الأقصى الذي هو أولى القبلتين وثالث الحرمين، ومن أراد أن يحذف القدس من ذاكرة المسلمين فعليه أن يحذف الكثير من النصوص الشرعية بدءا من كتاب الله عز وجل ومرورا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واهتمام خلفاء الراشدين بهذه القضية، وكذلك كلام العلماء عليها. فالقدس قضية متجذرة في الضمير الجمعي الإسلامي ولها أهمية كبيرة، فهي بها المسجد الأقصى الذي هو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أهمية كبيرة في الإسلام. فمن هنا السؤال الإجابة عليه محسومة، ألا وهو سؤال: ما هي أهمية القدس بالنسبة للمسلمين؟ فأهمية القدس بالنسبة للمسلمين أهمية لا تحتاج للإجابة على السؤال عنها، فهي أهمية معروفة وذات مكانة كبيرة في الإسلام، فلا يوجد مسلم إلا هو يعرف أهمية القدس بالنسبة للمسلمين عموما، وبالنسبة للقضية الفلسطينية بشكل خاص، لأن مرتكز القضية الفلسطينية واهتمام المسلمين بها إنما هو بسبب القدس، والقدس سبب الاهتمام بها إنما هو المسجد الأقصى. فمن هنا لا نحتاج إلى كثير من الكلام عن أهمية القدس، فهي وكما قلت بها أولى القبلتين وثالث الحرمين، وبها مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن هذا المشروع لا يسمى مشروع السلام، وإنما هو مشروع الحرب، ولكنها الحرب الناعمة. فالإسرائيليون كانوا قد أعدوا خطة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية خلال 50 عاما، ولكنها خطة لها شقان: شق عسكري وشق يتعلق بالمفاوضات. وما يسمى اليوم بصفقة القرن إنما هو صفعة القرن كما يسميها الإعلام، بل هي عار القرن على الإسلام والمسلمين جميعا، وعليهم أن يقفوا في وجهها. وهي خطة يعمل عليها الغرب والماسونية والصهيونية منه فترة طويلة، ولكنها ستسقط بإذن الله. فما يسمونها اليوم بصفقة القرن إنما هو خطة وخدعة لمحاولة إضفاء الشرعية على الاحتلال ومساعدته على التهام المزيد من الأراضي المحتلة. ومن هنا فيها لا تستحق أن تسمى صفقة القرن ولا أن تسمى صفعة القرن حتى، بل هي خدعة وحرب من طرف واحد، فلا أحد يقبل بهذه الخدعة لا من الفلسطينيين ولا من غيرهم. فكل المسلمين يرفضون هذه الخطة ويعتبرونها ساقطة، وهي بمثابة إعلان الحرب، ليس شيئا أكثر من ذلك. هي مجرد إعلان للحرب على القضية الفلسطينية وعلى القدس ذات الأهمية الكبرى بالنسبة للمسلمين عموما. سؤال كبير حقيقة: ماذا على المسلمين أن يفعلوا من أجل إسقاط هذا المشروع الأمريكي الخطير؟ فالإجابة على هذا السؤال ينبغي أن تقوم في ذهن كل مسلم. أمة المليار اليوم، أمة الإسلام، ينبغي أن يقوم الجواب في ذهن كل مسلم من كل فرد من أفرادها بالإجابة على هذا السؤال الخطير، وهو: ما هو واجبنا تجاه هذه الخدعة وهذه الحرب التي شنت بثوب ناعم على القضية المركزية للمسلمين، ألا وهي قضية القدس. فواجب المسلمين اليوم جميعا أن يتكاتفوا وأن يوحدوا الرؤى وأن يضعوا يدا في يد وأن ينسوا كل الخلافات من أجل إسقاط هذا المشروع الخبيث.
فهذا المشروع الخبيث ليس إلا مجرد حرب ولكنها في ثوب ناعم. فيجب أن يكون كل مسلم في شرق البلاد وغربها، ولا فرق في ذلك بين من كان قريبا أو بعيدا، ينبغي ويجب على كل مسلم أن يحس أنه في موقف الدفاع عن هذه القضية، وأنه هو المسؤول الأول عنها، وليست خاصة بجهة معينة عن أخرى، وأنها أيضا ليست مقصورة على الأنظمة، فالأنظمة لا يعول عليها كثيرا. فلو لم يكن للأنظمة دور في هذه الخطة لما خرجت إلى النور أصلا. فمن المعلوم أن الكثير من الأنظمة تساعد وتخطط لهذه الخطة أو هذه الخدعة من تحت الطاولة، ومع ذلك يجتمعون ويقولون إنهم يرفضونها. ولكن الغرب يحتاج دائما إلى عملاء، وهؤلاء العملاء هم الذين ساعدوه. فمن هنا ينبغي للإنسان المسلم والفرد المسلم أيا كان وأينما كان أن يأخذ المسؤولية على عاتقه، وأن لا ينتظر شيئا من الأنظمة ولا من المؤسسات الرسمية. فالقضية قضية جهاد عيني، فينبغي لكل مسلم أن ينبري للرد عليها. هذه المظاهرات هي أقل الواجب حقيقة على المسلمين، فأقل ما يمكن أن يقدمه المسلمون اليوم هو أن يحركوا الضمير العالمي، وأن يبقوا القضية الفلسطينية حية في أذهان الفرد المسلم. فينبغي حشد الناس، وينبغي تنظيم المظاهرات والمسيرات وعقد المؤتمرات والندوات من أجل تحسيس الأمة الإسلامية وإبقاء القضية الفلسطينية ولا سيما قضية القدس حية في أذهان المسلمين عموما. فهذه المظاهرات لها الكثير من الأهمية، ولا ينبغي أن ننظر إليها على أساس أنها أحداث عابرة، فهي تبقي القضية حية في أذهان المسلمين، ومن خلالها أيضا يأخذ الإنسان الغربي عموما والماسوني خاصة والصهاينة قياسا لمستوى وحدة المسلمين حول القضايا المركزية وحول حيويتها في أذهانهم. فمن هنا ينبغي أن نظهر للعالم الغربي وللكيان الغاصب ولأمريكا أن القضية الفلسطينية قضية حية في أذهان الأمة الإسلامية، وأنه لا يمكن التنازل عنها، وأن الأنظمة أيضا لا تمثل الرأي العام الإسلامي في حول القضية. فحراك المجتمعات وعقد المظاهرات وتحريك الشوارع الإسلامية يعني حشد الناس، هذا يظهر للغرب أن هذه الأنظمة التي تريد أن تبيع القضية الفلسطينية أنها ليست لها الأهلية لذلك، وأنها لا يعول عليها، وأن ما تقوم به ليس شرعيا، وليس لها الحق في أن تعقد الصفقات حول القدس. فالقدس ملك لكل المسلمين، كبيرهم وصغيرهم وعالمهم وجاهلهم، يستوي في ذلك الرسمي وغير الرسمي. فمن هنا ينبغي التركيز على هذه المظاهرات وأن لا ننظر إليها على أنها ليست بذلك، فهي من الأهمية بمكان، لأنها تحيي الضمير الإسلامي وتوحد وتوعي الأمة الإسلامية في شرق البلاد وغربها حول أهمية القضية، ولأنها أيضا تعطي مقياسا للغرب عن أهمية القدس بالنسبة للمسلمين، وكذلك عن أهمية فلسطين عموما، وكذلك أيضا تعطي العالم الكافر عموما مقياسا لمدى وحدة المسلمين حول قضاياهم الكبرى، من أجل أن يحسب الحسابات إذا ما أراد أن يقدم على بعض الأعمال التي تضر بالأمة وبالإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.